محاضرة في مكة قبل شهر، جلسة مثل هذه وشباب قدامي زيك. خلصت اللقاء، الشباب المنظمين يجون يقول يا أبو علي تعال، في شاب يبكي حضر المحاضرة متأثر قاعد يبكي، دخلناه في سيارة من السيارات، تعال اجلس معه. قلت أبشر. مشيت دخلت السيارة، شفت شاب عمره 22 سنة. يا الله على هموم الشباب وعلى واقع الشباب وعلى آلام الشباب وجراح الشباب. دخلت مع هذا الشاب سيارته اللي عمره 22 سنة ويبكي، يقول لي يا شيخ سمعتك وانت قاعد تتكلم عن الصلاة عن الصلاة عن الصلاة، يا شيخ انت لما تبغى تصلي تقدر تصلي؟ قلت ايه؟ قال انا ما اقدر، انا ما اقدر. انت لما يأذن وتسمع الاذان تروح المسجد تقدر؟ قلت ايه اقدر. قال انا ما اقدر. قلت له ليه يا الغالي ما تقدر؟ ايش ردك يا الغالي ليه ما تقدر؟ قال تدري ليش انا ما اقدر اصلي؟ تدري ليش انا ما اقدر ادخل المسجد؟ قلت له ليه؟ قال اقسم بالله ماني عارف كيف اتوضا. اقسم بالله ماني عارف ايش اقول في سجودي ولا في ركوعي. سمعت يا غالي؟ ويا ما أكثرهم، ويا ما أكثرهم اسأل الدعاة، اسألوهم إيش عندهم من قضايا ومن هو 22 سنة ما يعرف يتوضأ. وين درست؟ وين درست؟ وين تعلمت؟ وين أمك؟ وين أبوك؟ وين أخوك؟ وين أختك؟ وين مناهجنا؟ يا الله إلى أي طريق يقودنا التغريب؟ هذا ما يريده الغرب وأذنابهم يا شباب التوحيد، يا شباب الإيمان، يريدون أن يجردونا ويمسخونا عن هويتنا، نكون مسلمون فقط بالاسم، لا نعرف للصلاة ركنا ولا واجبا ولا شرطا. يا شباب هذا قسم وموجود وما أكثره في أوساط الشباب. والله ما نزلت من السيارة حتى أخذوه بعض الشباب وذهبوا به إلى الحرم مباشرة بعد أن توضأ وعلموه الوضوء وصلى لله ركعتين. تدري ايش يقول؟ يقول يا الله ويني عن الصلاة، والله ما ودي اني سلمت، والله ما ودي اني سلمت من الصلاة. الصلاة يا غالي، الصلاة صلة بين العبد وربه، إذا انقطعت هذه الصلة عاش العبد في ضيق وفي هم وفي نكد. والله ما في عاق للوالدين إلا وهو مقصر في صلاته. والله من هزم شاب لبكى الدخان ولا كيس حكرة ونشوق إلا أنه مقصر في صلاته. والله من هزم لحب وهيام وغرام وسلم قلبه لمعشوق شاب أو فتاة إلا يوم قصر في صلاته. والله يا إخوة من هزم داعية من الدعاء في علاقات محرمة مع النساء إلا يوم قصر في صلاته. والله يا أحبة من هزمت قلوبنا ولا عشنا هذا الخور وهذا الهوان إلا يوم قصرنا في الصلاة، لأن الله وعدنا وعد عظيم عجيب. فقال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر